بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم من جديد. للاسف الشديد هبدا حلقه النهارده معاكم وانا في قمه حزني وزعلي الشديد من لاعبي النادي الاهلي وايضا مجلس اداره النادي الاهلي اللي انا بحمله المسؤوليه كامله النهارده لهزيمه النادي الاهلي، هزيمه ثقيله زي هزيمه النهارده 5-2 من نادي صن داونز، لكن بحجم النادي الاهلي صعب جدا ان هو يتلقى هزيمه بهذه الطريقه. كمان مش الموضوع كده وكمان وبس، لكن النهارده شفنا اداء سلبي جدا او اقل من سلبي للاعبين. اداء باهت، اداء ما فيهوش رجوله، اداء فيه رعونه، اداء ما فيهوش روح الفانيلا الحمراء، ما فيهوش الخوف على النادي الاهلي وجماهيره، ما فيهوش الرغبه في الفوز، ما فيهوش ان انا عايز افوز عشان احقق ذاتي واقول ان انا الاهلي من بعد كاس العالم، وهو الاهلي في للاسف الشديد نازل مش طالع. الاهلي اداء مباريات سيئه جدا، اداء النهارده حزن اعتقد جميع الاهلاويه، ويمكن في بعض المصريين اللي هم كانوا النهارده بي يعني حاطين امل على فوز الاهلي. كمان بعيد كمان عن المباراه النهارده كمان يعني في بعض التعليقات طبعا للاسف الشديد من بعض الناس، للاسف الشديد مش هقدر اقول غير ان هم محسوبين ان هم مصريين، مش هقدر اقول بقى غير كده. تعليقات غير سويه، تعليقات مش كويسه جدا على النادي الاهلي، وفرحه شديده رغم لا النادي الاهلي نادي مصري مش نادي اسرائيلي ولا نادي من بلد تانية. للاسف الشديد فرحانين فرحه عارمه، وعلى بوستات وانشورات كبيره جدا على السوشيال ميديا فرحه غير طبيعيه في هزيمه الاهلي النهارده من صن داونز. وللاسف هم ناسيين ان عندهم مباراه لسه في ماتشين عندهم في غايه الصعوبه. طبعا انا كمصري بقى قبل ما اكون اهلاوي بتمنى ان هم ربنا يكرمهم ويصعدوا، لكن الناس دي انا بقول ان هم ناس غير سويه. نرجع بقى لمباراتنا. للاسف الشديد النهارده كمان محمد الشناوي انا بعتبره من وجهه نظري ان هو مسؤوليه كامله عن اهداف النادي الاهلي وهزيمه النادي الاهلي، وكان سبب رئيسي في هزيمه الاهلي النهارده مع خط دفاع مهلهل لا يستحق ان يكون هو ده دفاع النادي الاهلي. كمان شفنا النهارده خط وسط النادي الاهلي منعدم تماما، كمان حتى تغييرات مارسيل كولر جت متاخره. يبدو كده من وجهه نظري الشخصيه ان مارسيل كولر لغايه دلوقتي اللي انا شايفه ان هو مش قادر يتعامل مع المباريات الكبيره والفرق الكبيره. كل الفرق الكبيره اللي قابلها مارسيل كولر النهارده للمره الرابعه على التوالي او الخامسه على التوالي، اربع هزايم وتعادل من فرق كبيره. هل دوت عيب بقى في مارسيل كولر لادائه للمباريات؟ هل ده سلبيه؟ هل ده من اللاعبين؟ لازم مجلس اداره الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب للاسف الشديد، اللي انا اول مره منذ تولي اداره النادي الاهلي بختلف معاه تماما. ناديت في اكتر من حلقه وقلت لازم الاهلي محتاج تدعيم لخط دفاعه، والاهلي محتاج لاعب قوي في هجوم النادي الاهلي يستحق للتواجد. لكن لا حياه لمن تنادي اداره الاهلي في وادي والجماهير في وادي والنادي في وادي. للاسف الشديد يبدو ان احنا داخلين على مرحله خطر، وبيتكرر سيناريو الموسم الماضي لما الاهلي رجع من كاس العالم وخسر دوري وخسر افريقيا وخسر حاجات كتير جدا، ويبدو كده بيتكرر للاسف الشديد سيناريو الموسم القادم. انا حاولت ان انا اتمالك نفسي واتكلم بهدوء لان بجد انا حزين جدا جدا جدا. يعلم ربنا حزني الشديد النهارده على الاهلي وادائه. انا ما عنديش مشكله، انا الحمد لله عندي ثقافه الهزيمه، لكن هزيمه برجوله، هزيمه ان انا ابذل اخر نقطه عرق ليا في ارض الملعب، لكن ده ما حصلش النهارده من اغلب اللاعبين
99% من اللاعبين حصل منهم الكلام دوت للاسف الشديد. مفيش الخوف على الفانيله الحمراء ومفيش الخوف على النادي الاهلي، واولهم توهان في الملعب من ياسر ابراهيم ومحمد هاني اللي النهارده تقريبا ما حضرش المباراه. وطبعا قبلهم اللي كنا او انا واحد من الناس كنت بعتبره اسطوره واساطير النادي الاهلي محمد الشناوي، النهارده للاسف بيواصل السقوط في بيواصل السقوط في الدفاع عن مرمى النادي الاهلي. وكان سبب رئيسي النهارده في هزيمه الاهلي من صن داونز. يمكن يكون في امل ضعيف ان هو الاهلي ممكن يكمل في البطوله، لكن ما اعتقدش، لان بنسبه 99% الاهلي خارج البطوله وودع البطوله للاسف بعد هزيمته النهارده من صن داونز الجنوب افريقي. مش قادر اتكلم حقيقي، حاسس ان يعني بتعب او ارهاق بعد المباراه، حاسس بحزن، حاسس بقرف، حاسس بحاجات كتير جدا جوايا، مش قادر اتكلم اكتر من كده. وبشكر حضراتكم على حسن الاستماع. واسف اذا كنت مش قادر، فعلا بجد مش قادر اتكلم ومش قادر اعبر عن اي كلام بعد هزيمه الاهلي النهارده، لان النهارده الاهلي الواحد حزن جدا جدا من الاداء قبل الهزيمه، وفي طبعا بعض المشاكل. ان شاء الله احاول ان انا اتكلم مع حضراتكم الفيديو القادم، لكن مش قادر بجد، فبعتذر لحضراتكم مره تانية وتالتة. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.